اهلا بيكم في مطبخ توتي. بسكوت العيد وصفاته كتير جدا جدا، في اللي بالزيت وفي اللي بالزبده وفي اللي من غير بيض. انا جبت لكم وصفه وسط بين كل الوصفات. الوصفه ناجحه جدا جدا. البسكوت هش ومقرمش، طعمه حلو جدا جدا، وطريقته بسيطه قوي وسهله. انا كمان ما عملتهوش بمكنه البسكوت المتعارف عليها العاديه اللي احنا بنعمل بيها دايما من زمان البسكوت مع امهاتنا ومع خالاتنا ومع جداتنا. انا عملته بنفس الشكل لكن بغطا الازازه. ايوه، بغطا ازازه. عندك اي غطا لازازه هتعملي البسكوت ده وهينجح معاكي، وهيطلع هش ومقرمش ودايب دوب زي ما انتوا شايفين كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروه، الفيديو جميل ويستحق. ودعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفه من وصفاتي. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو، طعمها أحلى، مكوناتها اقتصادية. دايما بعملها بطريقة سهلة وبقدمها بشكل مميز. وكمان الوصفات بتاعتي مضمونة ومتجربة. جربيها على ضمانتي وهتنجح معاكي حتى لو بتعمليها لأول مرة. عشان بقى نعمل الوصفة الحلوة بتاعتنا دي أنا محتاجة نص كوباية بس من الزبدة. ممكن تستبدليها بالسمنة البلدي أو بالزبدة البلدي. انا استخدمت زبدة حيواني. ممكن تستخدمي الزبدة النباتي، بس طبعا كل ما يكون نوع الزبدة كويس كل ما هتاخدي نتيجة احلى وطعم احلى للبسكوت. الزبدة انا جمدتها وخليتها بدرجة حرارة الغرفة. وعندي كمان نص كوباية من السكر البودر، هو سكر عادي موجود عندي وانا طحنته في مطحنة الخلاط. يعني ايه؟ الموجود عندك اشتغلي بيه، مفيش حاجة توقفك. انا هخلط الزبدة مع السكر كويس جدا لحد ما يندمجوا والقوام بقى ينعم كده ويفتح. كل ما تخلطي في البسكوت كل ما هتاخدي نتيجة احسن، لان انتي هتدخلي له كمية هواء كافية تخليه هش ومقرمش. شايفين؟ عشان الزبدة بدرجة حرارة الغرفة اندمجت بسرعة مع السكر. شايفين لونها بقى فاتح ازاي؟ وهي دي الدرجة اللي انا عايزاها. هضيف كمان نص كوباية من الزيت. انا استخدمت نفس الكوباية بتاعت معيار الزبدة، عايرت بيها نص كوباية من الزيت. طبعا تستخدمي نوع زيت يكون كويس عشان ما يديكيش ريحة غير مستحبة او طعم غير مستحب لو كان نوع وحش. اهم حاجة يبقى زيت كده ايه، آه، نوع كويس. انا هضيف الزيت بالتدريج، مش هضيفه كله مرة واحدة. عايزة احافظ على كمية الهواء اللي دخلت للزبدة، وهخلط بايديا كده بالمضرب اليدوي، هتلاقوهم يندمجوا بسرعة. لو حابة انك تشتغلي بالميكسر او بالمضرب الكهرباء، يعني طبعا المتوفر عندك اشتغلي بيه. بس انا استخدمت المضرب اليدوي لان ده حاجة بسيطة جدا متوفرة في اي مطبخ ومش هتكلف اي حد اي حاجة. انا دايما ببسط الوصفات علشان الكل يعملها ويستمتع بيها. هستخدم بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. طالما استخدمت بيض يعني هستخدم فانيليا. طبعا الكمية دي انت تضعفيها زي ما انت عايزة. انا هستخدم في الكمية دي 3 كوبايات من الدقيق وهم تقريبا نص كيلو. ممكن تضعفيها بقى الكيلو او 2 زي ما انت حابة. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخل. معلقة الخل دي ضرورية جدا ما تستغنيش عنها. يعني انا هقولك على البدايل اللي تستغني عنها والحاجات اللي ما تستغنيش عنها عشان الوصفة تنجح معاكي. معلقة الخل دي ضرورية جدا، وطبعا الخل متوفر في اي بيت يعني. الزبدة ممكن تستخدمي زبدة نباتي، زبدة حيواني. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي السمنة الفلاحي، يعني المتاح عندك. بس طبعا البسكوت هو اساسه الزبدة. يعني حتى لو ما جبتيش زبدة نوعها غالي استخدمي الزبدة النباتية العادية اللي سعرها متوفر وعادي، ما غليتش قوي زي الزبدة الطبيعية. استخدمت كمان معلقة كبيرة هرمية من الكاستر، ودي ممكن تستبدليها بمعلقة كبيرة هرمية من النشا. يعني انت لو ما عندكيش كاستر هتستخدمي النشا. الكاستر او النشا اللي هتضيفيه هيديكي قرمشة للبسكوت وهيديكي هشاشة حلوة جدا جدا جدا. هتستخدمي حاجة من اتنين، يا اما نشا يا اما كاستر. انا قلتلك على البدايل اهو. خلطت المكونات مع بعض، هبتدي اضيف الدقيق. طبعا الدقيق انا نخلاه وضيفاله ذرة من الملح، وهضيف الدقيق بالتدريج. ودي كده اول كوباية.
هخلطها لحد ما تدوب كده في الزبدة والسكر، وبعد كده هبتدي اضيف الكوباية التانية. انا هخلط في الاول بالمضرب اليدوي الدقيق، بس بعد كده هبتدي اعجن بقى العجينة بايديا في الاخر. ضفت الكوباية التانية وهبتدي امزجها مع المكونات، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة، ما تكتريش عن كده. انا مستخدمة نص كيلو، لو هتستخدمي كيلو هتبقى معلقة صغيرة وما تبقاش هرمية، يعني ايه، تبقى مش مليانة قوي. ما تكتريش البيكنج باودر علشان البسكوت ما يفرش معاكي، عشان كمان تحافظي على الرسمة بتاعته. همزج كده الدقيق مع الزبدة والسكر والبيض، وهضيف كمان الكوباية التالتة. طبعا هتستخدمي دقيق مخصص للكحك والبسكوت، او دقيق مخصص للحلويات يعني انواع الدقيق في الايام اللي احنا فيها دي متوفر انواع كتير عشان الكحك والبسكوت، هتلاقيه بكل سهولة في اي سوبر ماركت، او حتى في اي محل بيبيع مستلزمات الحلواني، او اي محل بيبيع يعني المواد الجافة. خلطت بالمعلقة كده، وهضيف اخر حاجة ربع كوباية من اللبن، وبديل اللبن ممكن يبقى مية او ممكن يبقى لبن بودر على مية. هتدوبي معلقة كبيرة مثلا على ربع كوباية مية، او لو مفيش اللبن خالص اللبن الطبيعي العادي او اللبن البودر، هتستخدمي عصير برتقان او عصير التانج، هي ربع كوباية كافية جدا. همزج بقى العجينة كويس جدا، مش هقلبها كتير، انا يدوب همزجها يدوب تتماسك. هي العجينة هتبقى لينة وهتبقى ملزقة، مش هتبقى ناشفة، عشان تنزل معايا بسرعة وانا بشكلها. ولو انت هتستخدمي الوصفة دي عشان تشكليها في المكنة، هتزودي ربع كوباية من الدقيق. هسيب العجينة بقى 5 دقايق كده على بعض لحد بس ما اشكل غطا الازازة. انا سخنت شوكة على النار وهبتدي اعمل فتحات كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده. دي كده السنون اللي هي بتبقى بتاعة البسكوت. وكمان سخنت الشوكة مرة تانية وفتحت بقى الفتحات اللي انا عملتها دي، عملت قاعدة كده عشان البسكوتة بتاعتي. يعني انا عملت نفس الرسمة اللي بتبقى في الوش بتاع البسكوت بتاع المكنة اليدوية، بس انا عملته بغطا الازازة زي ما انتوا شايفين كده. سهل جدا وهتعمليه بكل سهولة. اخدت بقى الجزء العلوي من الزجاجة اللي هو فيه الغطا، وهبتدي اقصه اصغره عشان ادخله في كيس الحلواني. وكده دي الخطوة تجهيز كيس الحلواني، علشان ابتدي بقى بعد كده اضيف العجينة وابتدي اشكل البسكوت. انا عندي هنا ده كيس سيليكون، ممكن لو ما عندكيش كيس السيليكون هيبقى كيس الحلواني البلاستيك العادي، لو ما عندكيش هيبقى كيس لبن عادي بس يكون نوع تقيل شوية عشان يستحمل ضغط العجينة. هتحطي برضو فوهة الازازة زي ما انا عملت كده، وهتربطي عليها الغطا زي ما انا هعمل في الخطوة الجاية، وكده يبقى عندك وش البسكوت جاهز من غير اي تكاليف. لا هتشحتي بقى من جارة مكنة، ولا هتستصعبي ان انتي لسه هتنزلي تشتري كيس حلواني. هي بغطا الازازة وممكن بكيس اللبن، يعني انا بقولك على ابسط اي حاجة متوفرة عندك. وطبعا كيس السيليكون ده سعره رخيص جدا وهتلاقيه متوفر، بس لو مش متاح عندك وانت عايزة تعملي البسكوت، استبدليه بكيس الكريم شانتيه البلاستيك او كيس اللبن. كده الكيس الحلواني جاهز عندي، هنبتدي اعبيه بالعجينة وتشوفوا بقى انا هعمل البسكوت ازاي. انا عايزاكم الاول مش تشوفوا الشكل، العجينة ناعمة وبتنزل بكل سهولة، الشكل كمان جميل عجبني بصراحة. يعني انا قلت الوصفة دي مش هتنجح معايا وهيبقى الشكل مش حلو، لا الوصفة نجحت جدا والشكل حلو جدا جدا، زي شكل البسكوت المكنة بالظبط. وكمان بعد التسوية شكله مرحش، يعني الوصفة ناجحة، جربيها وعلى ضمانتي. لو انت هنا لسه متابعة معايا الفيديو، اعملي لايك للفيديو وادعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يجيلك كل اشعار جديد بكل وصفة من وصفاتي. شايفين العجينة بتنزل بكل سهولة والشكل حلو. الشكل عجبني بصراحة، عجبني جدا وسهل جدا. انت يعني هتعملي 5 كيلو بسكوت هتخلصيهم بسرعة الصاروخ.
شايفين سهل من غير اي مشاكل، والشكل حلو جدا. اي زيادات بقى ممكن تسويها بايديك. الوصفة ناجحة، انا بقول لكم هنا الوصفة ناجحة. هندخله بقى على فرن درجة حرارة. قبل ما ندخله الفرن انا عايزه اقول لكم رايي في غطا الازازه. لا، الوصفه ناجحه وحلوه وبتدي شكل جميل للبسكوت. وانا قربت كمان من الكاميرا عشان تشوفوها، ما بيفرقش عن بسكوت المكنه اي حاجه، نفس الشكل. ده بقى بعد التسويه. طبعا انا زي ما بقول لكم انا دخلته على فرن درجه حرارته 170 لحد ما اخد لون من تحت واخد لون من فوق. شغلت الشوايه. مده الخبز حوالي 12 ل 15 دقيقه. البسكوت حلو جدا، هش جدا ومقرمش، ناعم ودايب دوب، طعمه حلو قوي قوي. جربوه هينجح معاكم لو بتعملوه حتى لأول مرة. وخلوا بقى التسوية واحدة في كل الصواني. يعني شايفين هنا الطبق عندي كله لون واحد. شايفين بقى من جوه البسكوت لونه فاتح وهش جدا. انا كمان دلوقتي هوريكم قد ايه البسكوت ناعم. عايزين تعرفوا الوصفة الناجحة؟ خدي كده حتة من البسكوت ودوبيها بين ايديكي، هتلاقيها رجعت كده مرملة. تعرفي ان الوصفة دي ناجحة وان البسكوت ده هاشش وناعم. شايفين بكل سهولة ناعمة ازاي؟ الوصفة حلوة قوي. اوعدك لو عملتيها مرة هتعمليها مرات ومرات. ولو عجبتك الوصفة بطريقتي ونجحت معاكي ادعيلي دعوة حلوة. شايفين بقى البسكوت حقيقي حلو قوي قوي. شايفين بيتكسر في ايديا بكل سهولة، ناعم جدا. يعني انا مش عايزه اقول لكم بس هو فعلا احلى من البسكوت الحلواني. دايما في حاجات بنعملها من البيت في البيت كده بتبقى نتيجتها احلى ما بنشتريها من بره. طبعا البسكوتات والحاجات دي غاليه جدا جدا السنه دي. جربيه بالطريقه ديت، موفره واقتصاديه وسهل وحلو وشكله يفتح النفس وطعمه احلى كمان، طعمه حلو جدا جدا. يا ريت تكونوا جنبي عشان تدوقوا معايا. نصيحتي ليكي بقى استخدمي دقيق مخصص للبسكوت او الحلويات. درجة حرارة المطبخ هتبقى لكل المكونات، ما يبقاش فيه حاجة من التلاجة. هي الزبدة بس تبقى بدرجة حرارة الغرفة، ولو سايحة شوية هتجمديها عشان تاخدي نتيجة حلوة للبسكوت. مدة الخبز مش هتزيد عن 15 دقيقة. ما تعجنيش بقى عجينة البسكوت وتركنيها وبعد كده تشكليها، لا. انت هتعجنيها هتشكلي على طول، والصينية اللي هتشكليها هتخبزيها عشان ده هيديكي احسن نتيجة للبسكوت. شايفين البسكوت من قريب يتاكل اكل والله. تسلم ايدك يا توتي، ايه الجمال ده. الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. مستنية تطبيقاتكم، مستنية تعليقاتكم. الوصفة ناجحة جدا، واللي جربها بطريقتي يكتب لي في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة من وصفاتي. انتظروني في الفيديو القادم، اقدم لكم حاجات احلى واحلى زي ما انتم دايما متعودين مع مطبخ توتي. سلام وكل سنة وانتم طيبين.